الطيبة لكل من الفريقين بتقديم مباراة طيبة، وكل التوفيق بكل تأكيد للنادي العربي في هذا اللقاء. الأهلي المصري نادي القرن في أفريقيا بالفوز في لقاء اليوم ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة يوم الأحد الماضي أمام الاتحاد السعودي بهدف 1 مقابل لا شيء. نتمنى الفوز للأهلي، نتمنى ان هو يقدم مباراة طيبة النهاردة أمام سيدني الأسترالي، النادي اللي هو حديث العهد، هذا النادي اللي تأسس عام 2004 والنادي الأهلي تأسس عام 1907. يعني فارق كبير جدا في تاريخ الناديين، ايضا فارق كبير جدا في البطولات بين الفريقين. نادي سيدني اللي فاز ببطولة وحيدة كانت في عام 2005 هذا العام لما فاز ببطولة قارة اوكيانوسيا. اما النادي الاهلي فهو صاحب البطولات العديدة والكثيرة، النادي الاهلي صاحب 93 بطولة بالتمام والكمال. هذا هو النجم الكبير داوود يورك وتشكيلة الفريقين. نبدأ بالشياطين الحمر الاهلي في هذا اللقاء. لحراسة المرمى نادر السيد، ليبرو عماد النحاس، وائل جمعة واحمد السيد مساكين، باك يمين محمد بركات، باك شمال محمد عبد الوهاب. اثنين محاور ارتكاز في لقاء اليوم، محمد شوقي وبجواره حسام عاشور، وثلاثة راسي الحربة في لقاء اليوم عماد متعب وأسامة حسني، وتحتيهم اللاعب محمد أبو تريكة. هي دي طريقة اللعب وهي دي تشكيلة النادي الأهلي. اللاعب داوود يورك لاعب منتخب ترينداد وتوباجو، وأيضا اللاعب الأيرلندي وهو اللاعب ميك راين رقم 15 اللي موجود بره على دكة الاحتياط. هجمة ناحية اليمين أسامة حسني والعرضية وتترد ولمسة ولكن بره الملعب، رمسة وبره الملعب وتبقى ضربة مرمى. هذا هو عماد متعب، يعني متعب المدافعين والحراس، هو المرعب في هذا اللقاء، هو المرعب. ولكن المرعب بقول لكم عطلان بقاله فتره. النهارده الحاجه الغريبه هو وجود حسن مصطفى بره على دكه الاحتياطي. حسن مصطفى الموتور الذي لا يهدأ، وعمل مباراه طيبه جدا وجيده جدا جدا لسيدني الاسترالي هذا الموسم. لمسه لحسام عاشور، مط القدم، اللمسه الحلوه الجميله عبد الوهاب والكرات العرضيه الخطيره بتاعته. عبد الوهاب موه الراجل وعدى والتصويبه طمع فيها محمد عبد الوهاب الباك الشمال، طمع فيها الراجل وشاط بالقدم اليمنى ولكن بره الملعب وتبقى ضربه مرمى لصالح سيدني الاسترالي. هذه الهجمه الخطيره، اول هجمه خطيره. نجمع البطولات نلاقيهم 5 بطولات هم هنقولهم اثناء هذا اللقاء. ابو تريكه اللمسه لعماد والكره الطوليه حلوه لاسامه حسني والتصويبه ولكن في نص المرمى، في نص المرمى من اللاعب اسامه حسني سجل 3 اهداف فقط لا غير في مشوار، وافضل فريق في اسيا في 2005 امام نادي القرن في افريقيا، واحسن فريق في افريقيا في 2005 النادي الاهلي. توصل لمحمد بركات، المنتهى الخطوره، الهجمه ناحيه اليمين بركات وعلى طول تطلع كرة، طلعت الكرة بره الملعب وهجمة خطيرة جدا جدا للنادي الاهلي. ادي العادة مرة ثانية، اللمسة حلوة جدا ابو تريكة وانطلاقات محمد بركات من محاولات لايجاد ثغرة في خط دفاع نادي سيدني. الكرة الطولية حلوة، الباص الجميل والتحرك الجميل بدون كرة لأسامة حسني، العرضية من أسامة تترد ترجع مرة ثانية ورا لمحمد بركات، عدى الراجل ولعب العرضية جميلة الرأسية وبره الملعب، الرأسية ولكن بره الملعب من عماد متعب. هذا هو محمد بركات، بقول لكم اللاعب الموهوب والفنان والزئبقي، كل تأكيد ألقاب يعني يستحقها هذا اللاعب. مانشستر حقق الدوري وكأس الرابطة وبطولة أوروبا لأندية أبطال الدوري. لمسة ناحية الشمال بكعب القدم حلوة جدا، العرضية أحلى وضربة الراس ولكن تعدي من قدام دماغ اللاعب بتروفسكي، جت في دماغه ولكن ما جاتش بدماغه مظبوط. نص الملعب توصل لعماد متعب ولكن في دفعه من هذا اللاعب ديفيد كاني 22 سنه من مواليد عام 83، لاعب استرالي الجنسيه، ورميه تماس قويه جدا زي الضربه الركنيه بالظبط. تتردد مره ثانيه توصل لفايف، العرضيه من فايف منتهى الخطوره والراسيه ولكن بره الملعب، ضربه راس من اللاعب بتروفسكي رقم 22 ولكن مش مضبوطه وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. ست فرق بتشارك في هذا العرس الكبير. مخالفه والكل في انتظار العرضيه من لاعبي سيدني. هذه العرضيه الخطيره، ضربه هو النجم الكبير داوود يورك، هو الهداف بكل تأكيد. داوود يورك على طول طلع الراجل والعرضية وضربة راس
ووسط حراسه من مدافع النادي الاهلي. طلع الراجل بسهوله جدا 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 وبيسجل الهدف الاول في هذا اللقاء في الدقيقه 35 من زمن واحداث الشوط الاول. داوود يورك بقول لكم هو نجم مانشستر ونجم استون فيلا في عام 99 وكان هداف الدوري في هذا العام عام 99. كان سجل 18 هدف وبيسجل اول هدف لسيدني في مونديال كاس العالم للانديه. وضربة رأس جميلة جدا جدا على يمين. استلام من رقم 10 لاعب كوريكا ولكن في مخالفة وفي فاول واول انذار في هذا اللقاء للاعب حسام عاشور. مرة ثانية امامية الكوريكا لداوود يورك. 5 تتقطع توصل لأسامة حسني. هجوم معاكس، كرة طولية منتهى الخطورة، هو الجون عماد هدف التعادل عماد متعب مشاهدينا بيسجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من نهاية وأحداث الشوط الأول. 1-1. عماد متعب بقول لكم مشاهدينا بقاله 80 يوم تقريبا بيغيب عن التهديف، ولكن الحمد لله الراجل النهارده بيعود للتهديف مرة ثانية، يعود للتألق في هذا اللقاء وهدف جميل جدا. ولكن الباصة السحرية الجميلة برافو جدا حسام عاشور والتحرك الجميل بدون كرة من دلوقتي على الدقيقة الأولى والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من نهاية وأحداث الشوط الأول. بكل تأكيد الأهلي لما يخرج متعادل 1-1 أفضل بكتير جدا لما يكون مهزوم 0-1، لأن أكيد في كلام كتير جدا لمستر مانويل جوزيه. وحكم اللقاء الحكم الياباني كاميكاوا بيصفر دلوقتي بنهاية وأحداث الشوط الأول اللي هو كان سيطرة كبيرة للأهلي، وقدر إن هو يترجم هذه السيطرة إلى هدف التعادل. على العموم مشاهدينا انتهى الشوط الأول بالتعادل، الإجابة 1-1. تقدم لسيدني الأسترالي اللاعب دوايت يورك في الدقيقة 35 واتعادل النادي الأهلي اللاعب عماد متعب في الدقيقة الأخيرة من نهاية وأحداث الشوط الأول. كل التمنيات ان احنا نستمتع بلقاء اليوم، نتمنى ان احنا نشوف لقاء جميل، نتمنى نشوف اهداف. انطلاق عماد وعدى عماد الطرافه ناحيه الشمال. عبد الوهاب مره ثانيه، العرضيه من عبد الوهاب والمتابعه وتصويبه ولكن بره الملعب. الله، بدايه قويه جدا للنادي الاهلي للشياطين الحمر مع بدايه واحداث الشوط الثاني، والهجمه الخطيره والله على الكرات الطوليه الجميله جدا اللي تتلعب من محمد والجمعه والنحاس، الاثنين طالعين لقدام. وابو تريكه العرضيه والحارس بولتون يطلع، والراسيه من عماد ومن على خط المرمى يطلع اللاعب فايف. مره ثانيه ابو تريكه من ناحيه الشمال، ابو تريكه العرضيه ولكن ضربه الراس من اللاعب ميليجان توصل لعبد الوهاب. محمد عبد الوهاب مرة ثانية لأبو تريكة، ولكن حكم اللقاء الياباني كاميكاوا بيصفر ويوقف الكرة، لأن طبعا تقريبا كده اللاعب عماد متعب هو فعلا تقريبا عماد متعب هو اللي واقع. إن شاء الله يكون سليم ويقوم ويكمل هذا اللقاء على خير. مانويل جوزيه قبل بداية هذا المونديال، قبل بداية اللقاء من حكم اللقاء الياباني كاميكاوا هو اللي بيدير اللقاء اليوم تحكيميا. ابو تريكة والكرة الطولية محمد وطولت من محمد بركات. هذا هو النجم الكبير بقول لكم، الهداف رقم 1 في الفريق، 7 أهداف من 7 أهداف في مرمى الزمالك المصري. توصل ناحية الشمال لعبد الوهاب. ابو تريكة وانطلاقه من ابو تريكة مشوار وتعدي يعني في روح جماعيه جميله جدا حتى الان في تشكيله النادي الاهلي. ابو تريكة كان الراجل المفروض يشوط او كان عنده فرصه ان هو يشوط، ولكن فضل ان هو يلعب العرضيه، ولكن تعدي من كله وتبقى رميه التماس. هذا هو عاده مره ثانيه كما لحسام عاشور لواء الجمعه اماميه، الباصه الجميله والتحرك الجميل من اسلام الشاطر. اسلام والعرضيه والراسيه ولكن تترد ابو تريكة ومتابعه وبره الملعب وضربه ركنيه. هجمات خطيره جدا من النادي الاهلي سواء من الطرف اليمين او من الطرف الشمال. ايوه كده الجناب لما تشتغل بتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، وهو ده اللي قاله للتبديل. خرج عماد النحاس ونزل بدل منه شادي محمد اللي كان موجود في لقاء الدور الاول امام الاتحاد السعودي. والكابتن ومستر مانويل جوزيه اشاد بوائل الجمعه واشاد باحمد السيد واشاد برضه شادي محمد. الحراس بكل تاكيد لاعب صغير السن ولكن موهبه كبيره جدا ولاعب هداف من طراز فريد. توصل مره تلعب كره طوليه منتهى الخطوره وهدف التقدم
التقدم لسيدني الاسترالي. والخطأ القاتل من خماسي مدافعي النادي الاهلي في الهجمه اللي فاتت بكل تاكيد، لوحده خالص اللاعب ديفيد كان رقم 12 استلم الراجل ويحطها حلوه بالقدم اليسرى، وهدف التقدم لسيدني في لقاء اليوم في مرمى الاهلي المصري. 2-1 لسيدني. هذا هو الخطأ القاتل. هو فين الراجل اهو؟ كان رقم 12 بيلعب على الطرف اليمين، اتحرك من اليمين راح ناحيه الشمال ولوحده خالص استلم الراجل وعدلها وظبطها وحطها بالقدم اليسرى، وهدف التقدم لسيدني في لقاء اليوم. ديفيد مرة تانية توصل للاهلي وصفارة في صفارة وفي انذار. ومعهم طبعا النجوم المحترفين امثال احمد حسام ميدو نجمنا المصري المحترف في نادي توتنهام الانجليزي. انذار للاعب وائل جمعه. وادي التبديل فلافيو الانجولي نزل وخرج محمد عبد الوهاب. فلافيو الانجولي نزل. بيتغير لما بيتحرك شكل النادي الاهلي بكل تاكيد بيتغير. لاعب موهوب فنان زئبقي. راسيه تتردد من الدفاع والمتابعه. تصويبه صاروخ ارض جو من محمد شوقي، ولكن جت في الشبكه من بره وتبقى ضربه مرمى لصالح سيدني. فيعني ضربه ناحيه الشمال محمد بركات مره ثانيه عدى الراجل. اللمسه منتهى الخطوره. فلافيو هتعملها يا فلافيو ولا ايه؟ وستاند اب ويطلع الحارس. تصويبه حلوه جدا من محمد بركات، ولكن التألق للحارس. هجوم مره ثانيه ضغط من ناحيه اليمين والعرضيه، ولكن خلصت. والفاول. كره الطوليه توصل للاعب زيدريتش، ولكن صفاره من الحكم الياباني كاميكاوا بيصفر دلوقتي مشاهدينا بنهايه واحداث هذا اللقاء، لقاء تحديد اصحاب المركز الخامس في مونديال كاس العالم للانديه، وهزيمه الاهلي المصري بطل افريقيا نادي القرن في افريقيا انهزم